من أعظم أسباب ما تجعلك دائما سعيد مهما كانت المواقف اللي تواجهك، إنك تفعل كلمة لعله خير. هذه خيرة. لماذا؟ لأن أي سبب يصير معك، أمر معين، موقف، سواء محسن أو مفرح أو مؤلم أو أيا كان، ترى خير، بالفعل خير، لأنه اختيار. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ورانا معركة في اوضه الاطفال زي ما انتم شايفين كده. من غير ما اعمل فيها اي حاجه، انا سايباها كده عشان نروقها مع بعض. بس طبعا قبل ما نروق مع بعض الاوضه، متنسوش بقى تعملي لي اشتراك ولايك لو عجبك الفيديو. ويلا بقى قومي كده تشجعي، لو عندك اي حاجه عايزه تتروق قومي روقيها، ويلا بينا مع بعض. اول حاجه بقى انا عملت ايه؟ طبعا انا اول لما صحيت فتحت البلكونه وهويت الاوضه، وبعد كده مسحت البلكونه وقفلتها بقى، ودخلت بقى على الاوضه. عملت ايه؟ شلت الملايات ونفضت السرير كويس جدا عشان الملايات والدفات دي هتتغسل. نفضت بقى السرير كويس، ونفضت المرتبه وتخرتها كده عشان ابقى اكنس وامسح وراها. هنا بقى انا غلطت غلطه ان انا إيه نفضت المراتب قبل ما اشيل السجاد وانفضه، بس هرجع انفضه تاني دلوقتي. شلت بقى السجاد عشان نكنس بقى ونمسح. شلت السجاده بتاعه الطرقه، وبعد كده السجاده اللي ما بين السريرين دي نفضتها كويس جدا، لان بصراحه انا ما كنتش شلتهم من يوم ما كنا روقانها مع بعض، لان اصلا يعني الشقه مش بتتطرب قوي زي الصيف. وبعدين انا ايدي فيها على طول بالمكنسه. جيت بقى هنا نفضت المرتبة تاني وعدلت كفر المرتبة، وانا بحب اعطر كده الكفر والمرتبة قبل ما افرش الملاية. سبتهم بقى، وبعد كده جيت عملت غدا، كنا عاملين حواوشي. آم، عملت بقى الحواوشي واتغدينا، وعلقت بقى على الغسيل زي ما قلت هنغسل الملايات والدفايات. عملت في الغسالة اللي هي الفوق ديت الملايات، والتانية عملت فيها الدفايات، بس واحدة ورا واحدة لان هما للأسف ما دخلوش مع بعض. كانت كتير قوي على الغسالة، فعملت واحدة واستنيت شوية بعد ما الغسالة هديت ورجعت حطيت التانية. هنا بقى جيت بقى جبت المنظف بتاع الخشب والفوطة، ومسكت بقى كل حاجة في الأوضة عملتها. لمعتها السراير والتسريحة والدولاب، وكل اي حتة خشب في الأوضة عملتها بالبليج بتاع الخشب اللي هو المنظف الخشب ده. وبعد كده بقى جيت عملت الملايات، فرشت الملايات. هنا بقى بعد ما فرشت الملاية، احنا هنا مش هننام في الأوضة دي، فعلشان كده ما فرشتش عليها دفاية تقيلة نتغطى بيها يعني، او بطانية. انا بس استكفيت ان انا احط الدفاية دي، بحيث يعني لو حد حب يقعد في الأوضة يبقى في حاجة يتغطى بيها. وهنا بقى كنت همسح الأوضة، وبعد ما كنستها همسحها بقى. كنت بوريكم منظف الأرض بتاع فريدة ده، طلع تحفة. انا اول مرة اجربه، بس والله العظيم فعلا طلع تحفة، بينضف كويس، ريحته جميلة جدا. انا على طول كنت بشوف له ريفيوهات بس عمري ما جربته، ده كانت اول مرة اجربه، بس حرفيا طلع تحفة وريحته مش محتاجة معطر، بس انا برضو برش معطر في الاخر. هنا بقى مسحت الأوضة، كنت خلصتها، سبتها بقى تنشف وفرشتها بقى مع نفسي كده. طبعا احلى لحظة في الحياة لحظة رش المعطر في الأوضة بعد ما بنخلصها. رشيت بقى كل حتة كويس جدا في الأوضة، عشان يعني في المفروشات رشيتها على السرير، رشيتها على الستارة، عشان الريحة تفضل فيها فترة طويلة يعني. الريحة بتفضل في المفروشات اكتر ما بترشيها في الجو. تعالوا بقى نعمل حاجة حلوة كنت شايفاها من نادية السيد، فقلت اعملها يعني. انا بعملها على طول والله، بس دي طريقة مختلفة. هي قالت ببيضتين 2، بس انا خفت حطيت 3 حطيت 3 بيضات. هي كيكة شوكولاتة اللي هي كيكة الجاتو شاتو، قلت بقى اعملها كده مكافأة ليا اكل منها بالليل بعد ما روقت وكده. احنا حطينا ايه في الاول؟ حطينا ده الصوص بتاعها، حطيت له كوبايه لبن وعليه كوبايه سكر وعليه 3/4 كوبايه زيت، او احنا ممكن نحط الزيت بالراحه، بس انا حطيته كله على بعضه، وقلت لو احتجت هبقى احط يعني، ما رضيتش احط الكوبايه كلها
بس الحمد لله ما احتاجتش، انا بس ضربته مرتين اتنين فتقل مع بعض. انا كنت بشوف قوامه، كنت بنزل اللي هو طالع على الشفشق بتاع الخلاط. عملته نزلته يعني، وبعد كده رحت ضربته تاني في الخلاط عشان بقى يبقى قوامه تقيل وكده. هنا بقى انا كنت بضربه المرة التانية، وجيت بقى شفته لقيت قوامه بقى كويس. كده كده احنا هنحطه في التلاجة لحد ما نخلص الكيكة، فهيجمد اكتر وهيمسك اكتر. بس طبعا مش هنحطه كله يعني، هنحط شوية كده، هنملى الطبق وهنسيب بقى الباقي عشان نعمل بيه الكيكة. دخلت بقى الصوص اللي احنا عملناه التلاجة، وجيت بقى على الخليط الباقي في الخلاط، حطيت عليه 3 بيضات. هي كانت نادية ساد قالت 2 لان انا عاملة نفس المقاس بتاعها، بس انا عملت 3 يعني 3 بيضات. وحطيت عليهم فانيليا، حطيت عليهم كيس فانيليا. هي كانت قالت برضو ممكن منحطش فانيليا لان الكاكاو ما بيخليش في الكيكة زفارة يعني. بس انا حطيت فانيليا، وضربتهم بقى في الخلاط. وجبت بقى بولة حطيت فيها الخليط اللي احنا عملناه. انا كنت بنزل على الجدار بتاع الشفشق، ورجعت ضربته تاني. هنا بقى بعد ما ضربت الخليط تاني، جبت بقى بولة جبت بولة وهنحط عليها الخليط اللي احنا عملناه في الخلاط. ننزل بقى بالمكونات الجافة بتاعتنا اللي هي الدقيق والبودر ورشة ملح صغننة يعني. هنا بقى حطيت الدقيق. انا كان عندي مناخل يعني، بس محطوطة جوه المطبخ خالص، فالجيش قالك اتصرف، فجبت المصفى بتنخل على فكرة كويس. دخلت فيها الدقيق. بندخل فيها كل حاجة بصراحة يعني، بس ان شاء الله ناوية اطلع منخل استخدمه. لان طبعا لازم استخدم المنخل، بيبقى اكتر اكيد احسن من المصفى. بس يعني الجيش قالك اتصرف، فاتصرفت واستخدمت المصفى دي. بعدين بقى حطيت البودر. دلوقتي كنت بجيب البودر. طبعا الحاجات دي كلها في درجة حرارة الغرفة يعني. انا اصلا قبل ما ابدأ اعمل الكيكة كنت مطلعة كل حاجة من التلاجة، حطها على الرخام عشان تبقى بدرجة حرارة المطبخ يعني. حطيت بقى البودر، وبعد كده حطيت رشة الفانيليا وقلبتهم كويس. هنا بقى قلبتهم كلهم مع بعض، المكونات الجافة على الخليط اللي كنا عاملينه في الخلاط. وده كان القوام بتاع الكيكة. جبت بقى الصينية ديت وحطيت فيها شوية زيت، وعملتهم بالفرشة، دهنتها بالفرشة. هي اصلا ما بتلزقش، بس قلت برضو للتأكيد حطيت شوية زيت. بعد كده قمت بقى حاطه الخليط بتاع الكيكة، ومدخلاها الفرن. وبعد ما تطلع من الفرن هنجربها بشوكة او بخلة من نص الكيكة، ونشوف اذا كانت استوت ولا لا. وبعد ما استوت، سبتها تبرد، وقمت قلبها على ظهرها. هي قالت اقلبوها على ظهرها، دي السيد قالت اقلبوها على ظهرها، بحيث لما احنا نيجي نحط الكريمه والشوكولاته، لان هي لما بتبقى على وشها بتبقى قبه كده، فبيبقى فيه يعني حواف كده، يعني احنا عايزينها مستقيمه. فانا قلبتها على ظهرها زي ما هي قالت، بس بعد ما سبتها تبرد تماما. وجيت بقى عشان اعمل الكريمه اللي هي تبقى ما بين الشوكولاته وما بين الكيك. جبت عندي هنا كوبايه كريمه وكوبايه سكر وشويه لبن. وطبعا اللبن كان ساقع، كنت مطلعه من التلاجة، ومش هنحط عليه مش هنحط اللبن كله على الكريمه يعني، هنحط شويه ونضرب، لو احتاجنا نحط تاني. طبعا انا حطيت الكوبايه كلها بس بالتدريج يعني. هنا بقى كانت الكريمه بقى عملت معايا. كنت عملتها يعني ضربتها كويس، وده كان القوام بتاعها. هنجيب بقى بعدها صوص الشوكولاته اللي احنا عملناه في الاول. هنحط عليها معلقتين ل3 كده عشان تبقى موس شوكولاته، مش هتبقى كريمه بقى، عشان نحطها على الكيكه. عايزه اقول لكم بقى ان انا وانا بفردها على الكيكه، يعني هي المفروض تتفرد كده تبقى ملساء كده، سطحها املس كده. انا عماله احاول فيها يمين شمال تحت وفوق،
بس الحمد لله فردتها، يعني هي يعني مش بيرفكت قوي، بس الحمد لله يعني عملتها. فردتها بالسباتولا اللي كانت معايا بتاعت الكريمه دي. طبعا لان الفرد بتاع الكريمه ده بيبقى له معدات خاصه، يعني انا مش عندي البتاع اللي هي بتبقى مثلثه دي، فعملت بالسباتولا دي. وهنا بقى كنت بقول لكم ان احباب الله كانت عملتها سايباها انا سايبه الكيكه تبرد. عملت بصباحها في الكيكه، بس انا اديتها الحمد لله بالكريمه. وهنا بقى كنت بحاول افردها زي ما قلت لكم، بس والله تطلع في الاخر شكلها حلو يعني. وبعد ما عملتها بقى سبتها في التلاجة تسقع عشان احط عليها الشوكولاته. بعد كده بقى فردت الشوكولاته، وكان عندي شوكولاته خام مبشوره عملتها على وشها. وده كان الشكل النهائي بتاع الكيكه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. استنوا بقى في فيديو جديد، اشوفكم على خير، مع السلامه.